من نعم ربنا علينا كمسلمين ان احنا لينا اله واحد بنعبده ونسأله ونصلي له. ما عندناش الهين وما عندناش ثلاثة. تعالى كده في الكنيسة نعرف هم فعلا بيدعوا لإله واحد ويصلوا له ولا بيصلوا لثلاث آلهة بالنص، وانتوا هتشوفوا بالظبط ايه اللي بيحصل. في حاجة اسمها القداس الغريغوري، ده بيقول لك بعد صلاة باكر يبتدئ الكاهن كما جاء في قداس القديس باسيليوس، بيجي يقول لك ايه؟ ايها الرب، هنا بيدعي الاب، ايها الرب الاله ضابط الكل العارف افكار البشر والفاحص قلوب والكل. بيقول له ايه هنا؟ ولا تصرف وجهك عني بل امحو جميع سيئاتي. زي الفل. طيب هنا بيدي الحق للعبادة والدعاء للآب ضابط الكل. طب هل هينسى الابن؟ لا طبعا. يجي يقول لك الكاهن اهو بيقول لك في صلاة الصلح للابن، بيقول له ايه؟ ايها الكائن الذي كان الدائم الى الابد، الذاتي والمساوي والجليس والخالق الشريك مع الاب. يعني ده واحد تاني غير الاب، عشان ما تقولش الابن هو الاب. ده مساوي، ذاتي ومساوي وجليس وخالق وشريك مع الاب. يعني في شرك هنا، انت بتدعي للاب مرة وبتصلي للابن مرة تانية. يعني ده اله وده اله تاني. انت بتطلب منه ايه؟ بيقول لك اهو صرت لنا، بيقول لك استحالة تجسدت وتأنست وشابهتني، يعني التجسد للابن في كل شيء ما خلا الخطيئة وحدها. وصرت لنا وسيطا لدى الاب، يعني ده وسيط، والحاجز المتوسط نقضته، والعداوة القديمة هدمتها، وأصلحت الأرضيين مع السمائيين وجعلت الاثنين واحدا. عايز يقول له إيه بقى؟ طهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء. هل الموضوع يعني بينتهي على كده؟ لا طبعا. امال فين حق الاله الثالث اللي هو الروح القدس؟ تعالى حقه هو. يقول الكاهن واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا ان نقبل بعضنا بعضا بقبلة طاهرة ومسرة بنعمتك ومسرة الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وإلى كل أوان وإلى دهر الدهور. يعني أنت دلوقتي أصبحت بتصلي 3 صلوات وبتدعي 3 صلوات لمين؟ لثلاث آلهة، الآب مرة والابن مرة والروح القدس مرة. فدول ذوات مختلفين وكل واحد ليه إله، عشان خاطر ما يزعلش. انت بتدعي ده مرة وتدعي ده مرة وتدعي ده مرة. القرآن يقول لك هنا ايه بقى في سورة المؤمنون؟ هنا بيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. طبعا نتيجة ان انت بتحاول ترضي الاله الاب وتيجي ترضي الاله الابن وتيجي ترضي الاله الروح القدس، فانت مشتت ما بين 3 آلهة. عشان كده ربنا بيقول لك مفيش حاجة اسمها 3 آلهة، لان لو في 3 آلهة هو نفسه بيقول اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. فهمت ايه الفرق ما بين التوحيد وايه الفرق ما بين تعدد الآلهة؟